ازيكم؟ معاكم مروة عبد المنعم من حصة رسم. واحنا لسه بنستقبل الأسئلة على رسائل الصفحة وعلى الكومنتات. واخترنا النهاردة سؤال ليه علاقة برسم البورتريه أو الوش، ازاي ممكن أرسم الوش بطريقة سهلة. فحضرنا كده شوية خدع وشوية تريكات لو اتعلمناها ممكن نرسم البورتريه بسهولة. فتعالوا كده نجرب سوا ونشوف النتيجة هتطلع ايه في الآخر. يلا بينا. طيب أول مرحلة في رسم البورتريه أو أول حاجة لازم نعرفها إن احنا لازم نحول وشنا ده كله لخطوط ودواير ومثلثات ومربعات، أو بمعنى أصح إن احنا هنفكك وشنا علشان نبدأ نعرف نرسمه. فأول حاجة هنرسمها هتكون دايرة. هنرسم دايرة. ما بعد الدايرة هنقوم منزلين خط كده وخط كده اهو. ما بعد الخطوط دي هنقوم راسمين خط كده وخط كده، وهنبدأ نربطهم ببعض. طبعا لاحظ ايه واحنا شغالين كده، هنلاحظ ان كل حاجة في النص ده هي كل حاجة في النص ده، لان وشنا النص ده هو النص ده. فهنقسم الوش لنصين ونبدأ نشتغل على فكرة ان كل حاجة موجودة هنا هنرسمها هنا، لان احنا راسمين الوش باصص قدام. في حاجة تاني محتاجين نتعلمها، ان الجزء ده هو نفس مسافة الجزء ده هو نفس مسافة الجزء ده. فاحنا هنبدأ نقسم الوش ل3 خطوط، والثلاث خطوط دول قد بعض بالظبط. هتبقى كده اهو، هيكون الوش كده اهو، وهيكون متقسم ل3 مساحات. ال3 مساحات دول قد بعض. طيب ايه اماكن الحاجات بالنسبة للخطوط؟ الخط ده اللي هنبدأ نرسم منه الحاجب، والخط ده اللي هنرسم عنده المناخير. طيب انا كده رسمت الحواجب، نزلت حاجب هنا وحاجب هنا بنفس الشكل. ناقص ان انا ارسم العين. هاخد خط كده، يعني هاخد خط هنا اهو كده اهو، علشان لما ابدا ارسم العين ما تروحش واحده شمال واحده يمين واحده تحت واحده فوق، لا هظبط المكان بتاعها من خلال الخطوط الوهميه دي. والفكره في رسم العين اني ما بين العين والعين عين، يعني في هنا تقريبا مسافه عين ما بين العين دي وما بين العين دي. طب هبدأ بإيه لما أجي أرسم العين؟ إنني عندنا هنا دايرة وهنا دايرة زي كده، دايرة ودايرة، وبعد كده في الخط اللي هو بتاع الجفن. فهقوم راسم خط كده زي قوس، وخط كده بيداري على حتة من النني بالشكل ده كده، وبرسم تاني نص قوس تحت ونص قوس تحت بالشكل ده كده. وبعد كده عندنا فوق في الجفن، فهرسم نص قوس برضو كده ونص قوس كده علشان ارسم الجفن. بعد كده ممكن ابدا اضيف تفاصيل على العين، زي تفاصيل العين من جوه، زي شويه رموش. دلوقتي هنبدا نرسم المناخير. احنا قلنا ان ده الخط اللي المفروض نرسم فيه المناخير. طب المناخير هنرسمها ازاي او هنلخصها ازاي؟ هنلخصها ل3 دواير زي كده. هنشوف هنحول ال3 دوائر دول ازاي للمناخير. اهو بالشكل ده. لما مسحنا الزيادات بقى عندنا المناخير. طبعا انا خلصت المناخير بالشكل ده وحطت لها التفاصيل بتاعتها.
فاضل عندنا الجزء دوت كده. عندنا تحت المناخير في حاجة هنا كده شبه دمعة العين، فاحنا هنرسم او نقطة مية، حاجة شبه نقطة المية، فاحنا هنرسمها بالشكل ده. طب انا عايز ارسم الشفايف. اسهل طريقة ممكن ارسم بيها الشفايف اني في الاول ارسم قلب زي كده، واقسم القلب ده بخط كده، خط كده اهو، وبعد كده اوصل بخطوط، فبيكون عندي الشفايف بالشكل ده. طبعا انا مسحت الزيادات من على الشفايف وبقت كده. ناقص ايه في البورتريه ده؟ ناقص الودان. الودان لو هنشوفها بتبدأ منين وبتخلص فين، هي بتبتدي من هنا مع خط بداية المناخير وبتنتهي مع نهاية المناخير. فاحنا هنبدأ نرسم الودان شبه نص الدايرة. نص الدايرة بتبدأ مع بداية المناخير وبتخلص مع نهاية المناخير بالشكل ده. بنرسم الودان وفي المكان ده بتترسم الودان. فاضل ايه؟ فاضل ان انا ارسم الرقبة. الرقبة تقريبا بتنزل برضو من عند الودان خط كده وخط كده، فهنبدأ ننزل بالخطوط اللي هترسم لي الرقبة تقريبا بالشكل ده. هننزل بخط كده كده وخط كده كده عشان تبقى الرقبة مظبوطة. طب كده احنا فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا ان احنا نبدأ نرسم الشعر. الشعر بيبدأ طبعا مع بداية الجمجمة، ممكن يكون اعلى، يعني بعد كده بياخد فوليوم كده. فهنبدأ الاول نرسم بداية الشعر، فهنبدأ من هنا نحط منابت الشعر. احنا كده رسمنا الشعر. ممكن بقى نبدأ نضيف تفاصيل بسيطة، أو الخطوط بتاعة الخد، الخطوط اللي تحت العين، الخط اللي هو بيبقى بتاع الدقن، الخطوط اللي في الرقبة. والحقيقي اللي هيفرق معانا جدا في رسم البورتريه ان احنا نتفرج كتير جدا على بورتريهات مرسومة، على بورتريهات متصورة، على طرق بتبسط لنا رسم البورتريه، ان احنا اصلا نبص لوشوش الناس حوالينا بنظرة مختلفة ونبدأ نتأمل تشريح وشهم عامل ازاي، العيون مكانها فين، المناخير مكانها فين، الشفايف مكانها فين، شكل الحاجات دي عامل ازاي، تفاصيلها عاملة ازاي. يعني نبدأ نبص اصلا للوشوش اللي بنقابلها كل يوم بنظرة مختلفة. ده هيفرق معانا جدا واحنا بنرسم. احنا هنحط نماذج دلوقتي لبورتريهات علشان نتعلم منها كلنا. وهستنى النتيجة اللي هتطلع معاكم بعد ما تتفرجوا على الحاجات وترسموا، سواء في الكومنتات او في الرسائل بتاعت حصة رسم. وهستنى الأسئلة الجديدة علشان نجاوبها سوا، وأتمنى تكون إجابة السؤال ده فعلا كانت مفيدة وتفرق معاكم، وأشوفكم في إجابة السؤال الجاي على خير، ومع السلامة.